مرحبا حلال، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم راح يكون عن قصة شبح الطريق المسكون. يلا نبلش بهذا الفيديو. في بلدة ستوك لاسي الإنجليزية سيخبرك الجميع أن تكون حذرا جدا على قيادة سيارتك أو درجتك النارية على الطريق A465، خصوصا عند مرورك بجزء منه محاذي لسياج خشبي قديم. طبعا هذا التحذير لم يأتي من فراغ، لأنه 26 سائق فقدوا السيطرة على مركباتهم واصطدموا بالسياج خلال 18 شهرا فقط. لحسن الحظ يا جماعة ما مات ولا واحد منهم، لكن جموعهم قالوا بأنه ما جرى معهم لم يكن مجرد حادث عرضي، وأن هناك قوة خفية استلت الموقد من بين أيديهم بينما كانوا يقودون بمحاذاة السياج، مما أدى لفقدانهم السيطرة والاصطدام. تحقيقات الشرطة لم تصل لنتيجة، ولم يكن هنالك سبب واحد مقنع لوقوع الحوادث. وقد قامت الشرطة بوضع لوحات تحذيرية للسواق على جانبي الطريق، لكن ذلك لم ينفع واستمرت الحوادث. وأحد السائقين المنكوبين اللي اصطدموا بالسياج يصف ما حدث معه بالقصة. بيقول: فجأة لم يعد الموقد يتجاوب معي، واستمر ذلك لثانية أو أكثر قليلا. كنت أقود على مهل لم يكن لهذا الاصطدام أن يقع أبدا. قصة الطريق المشؤوم ازدادت غرابة أكثر لما بدأ السكان القرية يتحدثون للصحافة عن حادثة مميتة وقعت في تلك البقعة من الطريق في عشرينيات القرن الماضي، وراحت ضحيتها امرأة كانت تقود سيارتها هناك. بحسب القرويين يا جماعة اللي كانوا عم يرووا القصة، أو اللي كانوا عم يرووا شو صار من زمان كتير في القرن العشرين، فإنه قالوا بأنه تلك السيدة فقدت السيطرة على موقد سيارتها فاصطدمت بالسياج. ويؤمن البعض بأنه هاي الحوادث سببها شبح تلك المرأة، وأنه هي التي تسلب السائقين موقد سيارتهم للحظات فتخرجهم عن الطريق. هذا كان فيديو لليوم، وأتمنى يكون الفيديو هذا عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر. وأنا بدي لكم باي.